ازيكم يا جريد فور؟ عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد. النهاردة بقى هنحل مع بعض موديل اكزام 2 and concept number 1 unit 2. كنا حلينا مع بعض قبل كده موديل اكزام 1، تقدروا تروحوا تشوفوه وان شاء الله تستفيدوا منه. اول حاجة بيقولي complete the following sentence، يعني كمل الجمل دي. question number 1 بيقولي when we put a jet engine in normal truck، لما احنا نحط jet engine محركات في النورمال تراك اللي هي التراك العادية خالص، its speed will، السرعة بتاعتها هيحصل لها ايه؟ شاطرين. increase. هما كانوا اصلا الانجينيرز لما حبوا ان هما يزودوا سرعة النورمال تراك العادية حطوا فيها 3 jet engines، يعني 3 محركات، خلوها اتحولت من نورمال تراك لشوك ويف تراك، صح كده؟ يبقى السبيد هنا يحصل لها ايه؟ will increase. question number 2 بيقولي the bicycle can't move without، العجلة مش هتتحرك من غير ايه؟ acting on it. طبعا احنا عارفين ان اي حاجة عشان يحصل لها move، عشان تتحرك محتاجة ايه؟ شاطرين، محتاجة force. يبقى البايسكل دي، العجلة دي مش هتتحرك من غير without ايه؟ من غير الفورس. شاطرين. question number 3 بيقولي when you push a toy car، لما انت تدفع كده toy car on the ground، على الأرض، السبيد بتاعتها هيحصل لها decrease، هتقل gradually until it stop، لحد ما تقف. طب هي وقفت ليه؟ due to the effect of أنهي force؟ التوي كار وهي ماشية على الجراوند في friction force بتحصل ما بين التوي كار والجراوند، صح كده؟ فده اللي بيخلي السبيد بتاعتها decrease gradually، تقل حبة بحبة لحد ما يحصل لها stop. يبقى هنا لما يقولي لما التوي كار بتبقى ماشية على الجراوند والسبيد بيحصل لها decrease لحد ما يحصل لها stop، ده بسبب انهي فورس؟ طبعا ده بسبب الفريكشن فورس، صح كده؟ اللي هي قوة الايه؟ الاحتكاك. question number 4 بيقولي to stop moving toy truck on the ground، عشان اوقف حركة التوي تراك اللي هي الشاحنة اللعبة على الجراوند you need to exert a equal to the exerted by the toy truck in opposite direction. عشان توقف التوي تراك اللي موجودة على الأرض انت هتحتاج ايه؟ مساوي للتوي تراك في الأوبوزيت دايركشن، في عكس الاتجاه. طبعا احنا اتفقنا علشان اوقف اي اوبجكت هحتاج فورس، الفورس دي لازم تكون in opposite direction، يعني عكس الاتجاه. يبقى عشان اوقف التوي تراك دي you need ايه؟ هتحتاج ايه؟ هتحتاج فورس equal to the force اللي موجودة فين؟ في التوي تراك، ولازم يكونوا in ايه؟ شاطرين in opposite direction. بعد كده بيقول لي give reason، يعني قولي ليه if a ball move on flat road، لو الكرة اتحركت على أرض مسطحة كده its speed decrease until it stop، السرعة بتاعتها تبدأ تقل لحد ما يحصل لها stop. طب هي ليه أصلا حصل لها stop؟ حصل stop لأن في friction force حصلت ما بين البول والرود والطريق. وطبعا احنا اتفقنا ان الفريكشن فورس دي between التو object بيكونوا in opposite direction. يبقى هنكتب ايه؟ because there are friction force between pole and rod that act in opposite direction. الفريكشن ده بيكون فين؟ في opposite direction، يعني عكس الاتجاه. تمام كده. بعد كده بيقولي write the scientific term of each of the following، يعني اكتب المصطلح العلمي. The type of force that's used in tug of war game، نوع الفورس اللي بتستخدم في لعبة tug of war، في لعبة شد الحبل. يعني لو أنا عندي 2 teams، فريقين هما بيلعبوا tug of war، بيستخدموا أنهي فورس؟ شاطرين، البولينج فورس اللي هي السحب. question number 2 بيقولي it is the force that caused any object falls down towards the ground، هي الفورس اللي بتخلي اي object يحصل له move down، يقع على الارض towards the ايه؟ towards the ground. ايه الفورس دي؟ شاطرين، الجرافيتي فورس او اللي هي الجرافيتيشنال فورس اللي هي الجاذبية. question number 3 بيقولي it is the engine that's used in shockwave truck to allow it move fast، ايه الانجن اللي احنا كنا بنستخدمها في الشوك ويف تراك وده كان بيساعدها ان هي موف فاست، يعني تتحرك بسرعة جدا؟
شاطرين. الجيت انجن اللي هي محركات بتاعة الطيارة. question number 4 بيقول لي it is force that exerted when objects rub against each other. ايه الفورس اللي كانت بتتكون لما two objects rub against each other، يعني بيحصل ما بينهم احتكاك؟ كانت انهي فورس دي؟ شاطرين. الفريكشن فورس. واتفقنا مع بعض احنا في الشتا بنعمل الموضوع ده ازاي؟ بنجيب التو هاندز بتوعنا وبنعمل لهم rub against each other عشان نتدفى، صح؟ تمام كده. بعد كده بيقول لي what happen if، ماذا يحدث لو، ايه اللي هيحصل لو ال car and truck are affected by the same pushing force؟ ايه اللي هيحصل لو انا جبت car وجبت truck ودفعت الاتنين بنفس ال pushing force، بنفس القوة بالظبط؟ في الحالة دي احنا هنظلم مين؟ هنظلم طبعا التراك. ليه؟ لان الكار هيحصل لها move very fast، هتتحرك بسرعة جدا، عكس مين؟ عكس التراك. ليه يا مس؟ لان التراك محتاجة مننا more force، محتاجة مننا قوة اكبر من اللي احنا استخدمناها مع الكار. احنا هنا جبنا التو اوبجكت اللي هو الكار والتراك وعملنا لهم pushing force بنفس القوة equal، هما الاتنين كانوا equal في البوشنج فورس بتاعته. ففي الحالة دي هلاقي ان الكار will move distance longer than truck، العربية هتتحرك مسافة أطول من التراك. ليه؟ لأن العربية في الحالة دي هتبقى أسرع من الإيه؟ من التراك. تمام كده. يبقى هنكتب إيه؟ car will moves distance longer than truck. تمام كده. السؤال ده بقى سؤال وصل. طيب هنحله ازاي يا مس؟ واحدة واحدة. احنا هنقرأ اللي كل الموجودين في الكولم بي، وكل واحدة هنقرأها هنشوف مين اللي مناسب فيها في كولم ايه اللي هو العمود ايه ده. تمام. طيب اول حاجة بيقول لي are the force that act on any object to make it move. هي الفورس اللي بتأثر على اي object عشان يحصل له move، يتحرك. طيب هو علشان الاوبجكت ده يحصل له موف يبقى لازم الفورس اللي اثرت عليه تكون balance or unbalance. شاطرين. unbalance force. طب تعالوا نشوف هنا اني واحدة فيهم اللي هي unbalance force. شاطرين. number 3. يبقى هنكتب هنا عند number 3 letter A، لان احنا اخترنا هنا letter A هنا اهي، اخترناها مع مين؟ مع number 3 اللي هي balance. تمام كده. يعني احنا بنقرأ اللي موجودين في كولم B وبنروح نشوف مين اللي مناسب ليها في كولم A. قرأنا اول حاجة لقينا مناسبة لي unbalanced force، يبقى number 3 هياخد letter A. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي is the force that act in opposite direction of the object moving to stop it. هي force بتكون موجودة in opposite direction، في عكس اتجاه، عكس اتجاه مين؟ ال object's movement، يعني الجسم اللي هو بيتحرك، وتفضل وراه لحد ما تخليه stop، يقف. كانت مين الفورس دي؟ حد يقول لي مثلا احنا مش فاكرين. افتكروا على طول اول حاجة opposite direction، عكس الاتجاه. كان مين الفورس اللي كانت بتبقى in opposite direction؟ شاطرين. الفريكشن فورس اللي هي الاحتكاك. طب الفريكشن فورس هنا رقم كام؟ شاطرين. number 1. يبقى number 1 هياخد letter B. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي is the force that caused any object falls down toward the ground. هي الفورس اللي بتخلي اي object falls down toward the ground، يعني يقع على الارض. مين دي؟ واحنا مغمضين كده يبقى اللي هي الايه؟ الجرافيتيشنال فورس او الجرافيتي فورس، صح؟ لان دي اللي هي الجاذبيه اللي بتخلي اي اوبجكت موف داونورد، يتحرك لاسفل. تمام. طيب الجرافيتي نمبر كام؟ شاطرين. نمبر 4. يبقى نمبر 4 هياخد letter C. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي are the forces that acts on any object that doesn't move. هي الفورس اللي بتأثر على أي object وبيخليه doesn't move. ايه ده؟ doesn't move وفورس. ايه الفورس اللي كانت تخلي لي أي object ما يتحركش؟ كانت balance or unbalance؟ لا، حصل no movement، مفيش حركة، يبقى ايه؟ balance. شاطرين. طيب balance هنا موجودة في أي واحدة من دول؟ number 2. يبقى number 2 تاخد letter D.
تمام كده، فهمتوا الفكرة؟ احنا بنقرأ اللي موجودين في كولم B ونختار المناسب ليها في كولم A ونكتبهم هنا تحت. تمام؟ بيقولي look at the opposite picture that shows a boy move a car forward then complete the following sentence. يعني بيقولي بص للصورة دي، الولد ده بدأ ان هو يعمل moving للكار forward يعني للأمام. تعالوا نشوف السؤال جايب لنا ايه. بيقولي the car moves as a result of، العربية بتتحرك نتيجة ايه؟ انهي force that is applied by the boy. بيقولي العربية دي بدأت ان هي يحصلها move عشان اتأثرت بأنهي force. شاطرين، البوشنج فورس، الولد عمال يعمل بوشنج فورس للكار فده اللي خلاها move forward تتحرك للأمام. يبقى أول حاجة pushing force. question number 2 بيقولي during the movement of the car، أثناء الحركة بتاعة العربية it's opposed by the friction force، في احتكاك بيحصل تبع مين؟ and the friction force of ground. بيقولي يبقى كده في two friction force. أول واحدة هو قالها لي بتاعة الجراوند، ايه الفريكشن فورس التانية؟ طيب نفتكر كده مع بعض، الكار دي وهي موف وهي بتتحرك بتتعرض لتو فريكشن فورس. الفريكشن فورس اللي between الكار تايرز، العجل بتاع العربية and the ground، ده كده فريكشن فورس. وايه تاني؟ في فريكشن فورس تانية ما بين الاير، الهواء اللي حوالين the car، اللي حوالين الكار والsurface of car، وسطح العربية من بره. يبقى كده في two friction force أثرت على الكار، الفريكشن فورس بتاعت الجراوند والفريكشن فورس بتاع الاير. طب هنا كاتب لنا الجراوند، الفريكشن فورس بتاعت الجراوند، يبقى ناقص التانية الفريكشن فورس بتاعت مين؟ شاطرين، الاير. طيب كده احنا خلصنا مع بعض موديل اكزام 2 in concept number 1 unit 2. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه وتقدروا تروحوا تشوفوا شرح concept number 1 in unit 2 كله، وان شاء الله تستفيدوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.